السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. النهارده بقى ان شاء الله فيديو مشتريات من الفيديوهات اللي انتوا كلكم بتحبوها، بس المرة دي بقى فيديو مشتريات الشعر. اشمعنى انا نزلت بالفيديو ده في التوقيت ده بالذات؟ لان احنا داخلين على رمضان، يعني دي انسب فرصة او الفرصة الذهبية كده ان احنا نستغلها في ان احنا نعتني بشعرنا، ان احنا بقى ماسكات وحركات وكده، علشان احنا كلنا بندور على العيد كده ان احنا نبتدي نعمل بروتين ونعمل مش عارفة ايه ونخلي شعرنا زي الطين. البروتين بيخلي شعرك طين بيبوظ شعرك في الاخر. فاحنا ان شاء الله هنبتدي من دلوقتي روتين العناية بالشعر، خاصة الشعر الكيرلي او الشعر الافريقي او الشعر المجعد او الشعر المقصف، اللي هي الشعور المتهالكة خالص دي. نبتدي بقى اعتناء بيها من دلوقتي. هنستغل فترة رمضان بحيث ان احنا بقى الماسكات والحاجات اللي احنا نحطها على شعرنا محدش يبقى متضايق مننا فيها. ونبتديها بقى كده بحيث ان على العيد نبقى ما شاء الله جاهزين ويبقى شعرنا احلى من لو احنا كنا هنعمل بروتين. فانتي وفري بقى تمن البروتين دوت واشتري بيه حبة الحاجات الحلوة اللي هقولك عليها النهاردة ان شاء الله في الفيديو دوت، وهنشوف ازاي هنقدر ان احنا نخلي شعرنا، يعني كلنا لما بنشوف الشعر الكيرلي بننبهر بيه، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى مدينا اصلا الفرصة ان احنا نبقى كده، بس احنا اللي عندنا ثقافة عدم الاعتناء بالشعر الكيرلي او الشعر المجعد او الشعر الافريقي اللي هي الشعور دي. عندنا بس الشعر الستريت، رغم ان ده اقلهم جمالا. انا بشوف كده، بشوف ان الشعر الكيرلي يعني كله بيبقى حيوية كده وحياة، بيبقى شكله حلو. طيب عشان ما اطولش عليكم، وعلى فكرة يا بنات احنا مأمورين اصلا في الدين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان له شعرا فليكرمه، صح ولا لا؟ يعني احنا مأمورين ان احنا نكرم شعرنا ونخليه دايما مؤنق ونخليه دايما حلو، بس نخليه حلو فين؟ في البيت، مش نخليه حلو في الشارع. ما نكرمهوش في الشارع، نكرمه في بيوتنا كده ويبقى شكله حلو. في الشارع نداريه بقى ونحافظ عليه، والله المستعان. نبتدي بقى على طول. بصوا يا بنات، الاول صاحبات النهارده ان شاء الله دوت فيديو مشتريات. فيديو الروتينات هنزله لكم بقى على مراحل، على فيديوهات تانية، لكن المرة دي هوريكي ايه اهم المشتريات اللي هتجيبيها عشان ان شاء الله نبتدي رحلة بقى اصلاح كل التلف بقى اللي في السنين اللي فاتت. نبتديها بقى كده مع بعض. في الاول احنا محتاجين بخاخة زي دي. في بخاخات الشعر اللي هي الصغيرة، بس دي انا مش بفضلها قوي، دي بضغط الهواء كلنا عارفينها، بخاخة الزرع، بس دي صغننه كده والوانها حلوه، متوفر منها الوان حلوه قوي، فتنفع كمان للاعتناء بقى بشعرنا وكده. دي كل اللي طالباه منك انك تجيبي ب5 جنيه روزماري من عند العطار وتغليه وتعبيه هنا في الازازه دي وتحطيها في التلاجة. قبل ما تسرحي شعرك تغرقي شعرك وخاصه الجذور بالميه، لان انت ما ينفعش ان انت تسرحي شعرك وهو جاف. كصاحبة شعر كيرلي ما ينفعش ان انت تسرحيه وهو جاف، تمام؟ طبعا انا قلت كده مش هقولك على الروتينات، بس غصب عني هتلاقيني بقولك كده معلومات. الروتين ان شاء الله هنزله لكم على مراحل في فيديوهات تانية. المهم هنجيب بخاخة زي دي. اول حاجة البخاخة دي انا كنت جايباها من فترة ب50 جنيه، الله اعلم بقى بعد الغلا هتبقى بكام، تمام؟ بس كده كده كل المشتريات دي يعني ارخص من جلسة واحدة روتين احنا بنعملها. طيب دي مرحلة ايه؟ ان احنا نبل شعرنا قبل ما نسرحه. طيب هنسرحه بقى ازاي؟ اللي هي الفرش دي مهمة جدا. الفرشة دي اللي هي ضد التشابك، في طبعا منها اشكال والوان متعددة يعني. الفرشة دي انا جربتها بصراحة، هي معجبتنيش قوي، بس هي ماشية حالة. في الفرشة اللي افضل منها هحطلك صورتها دلوقتي، دي احسن منها، بتفك التشابك. الميزة في الفرش بتاعت فك التشابك ان هي بتبقى طرية، والسن بتاعها ما بيبقاش ناشف، بيبقى طري جدا على الشعر، فبيبقى مرن كده وهو بيسرح شعرك، مش ناشف فيقطعه، تمام؟ يبقى دي تاني حاجة. كده يبقى احنا البخاخة والفرشة. بصوا انا مخصصة شنطة كده مش بستخدمها قوي، مخصصة اسمها شنطة العناية بالشعر. فانا كل ما هخلص حاجة هحطها في الشنطة دي علشان افضي الترابيزة قدامي، تمام؟ احنا كده خلاص قلنا البخاخة هنحطها في الشنطة، تمام؟ وقلنا الفرشة بتاعت فك التشابك.
كده احنا سرحنا شعرنا ومية مية وبقى جميل جدا. نسيت اقول لكم في فرش. بصوا المشط ده رائع لفك التشابك برضو. الناحية الواسعة دي علشان تسلكي بيها من تحت لفوق. في الاول تسلكي شعرك كده من تحت واحدة واحدة وانت طالعة فوق، والناحية الضيقة دي علشان بقى تسرحيه. تمام. ودي علشان بعد ما تعملي الستايل بتاع الكيرلي تبتدي ان انت بقى تنفشي شعرك كده. دي برضو دي اللي هي الحتة اللي تحت دي هي نفس الفرشة دي الفرشة اللي هي الافريقية دي، بحيث ان انت تنفشي شعرك كده بيها. برضو حلوة قوي ورخيصة، يعني دي تقريبا كنت جايبها ب10 جنيه، والمشط ده برضو ب10 جنيه. المشط ده طبعا بقى متعدد الاستخدامات، ده علشان تسلكي، وده عشان تسرحي، وده عشان تنفشي شعرك. دي بس مخصصة انك تنفشي بيها شعرك بس، حلوة وبتاخد برضو مساحات كبيرة من الشعر. لكن دي صغيرة شوية فما بتاخدش مساحات كبيرة. يعني انت لو عايزة تنفشي شعرك كده ويبقى واخد نفشة حلوة بتاعت الكيرلي دي، انصحك بدي جدا. تمام. طيب ايه تاني؟ دي الفرشة دي اسمها ايه؟ بيدمان تقريبا، فرشة بيدمان، اعتقد اسمها كده. الفرشة دي جميلة جدا 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 عشان تعملك بقى الكيرليهات اللي هي ملولوة كده على بعض، وبتبقى متجمعة كده، ما بيبقاش كيرلي منفوش كده بيبقى شكله وحش، لا بيبقى مخصل. هي الفرش دي اللي بتخصله. طبعا هي دي مش الاصلية، بس زيها زي الاصلية بالظبط. الاصلية غالية وبمبلغ، وهي اصلا نفس الفرشة، يعني بتقوم نفس مقام الفرشة دي. هي دي كده غالية شوية، انا كنت جايباها ب50 جنيه. الله اعلم برضو سعرها بكام دلوقتي، لان انا كنت جايباها من حوالي شهرين تقريبا، فمش عارفة حاليا سعرها كام. في بقى نفس الشكل ده بس انواع كتير جدا من الفرش. الفكرة ان هي بتبقى بصوا جاية مقوسة كده، فانتي بتحطي الشعر كده وتروحي لفاها كده نص لف، او تلفيها كده بالشكل ده، فتروح مخصلولك شعرك، تعمله خصل، بيبقى شكلها حلو جدا. دي برضو من الادوات المهمة اللي لازم تبقى في رحلة العناية بالشعر بتاعنا. في بقى الفرش اللي بتطلع ترندات كده زي دي، انا شايفه ان هي ملهاش لازمه خالص. جبتها وكنت منبهره بيها في الاول. بيقولوا ان هي بقى بتسلك الشعر ضد التشابك، وفي نفس الوقت زيها زي البيدمان والكلام ده. بصراحه انا حاسه ان هي ناشفه جدا على الشعر وبتقطع الشعر ومش عمليه، فدي منصحكيش انك تجيبيها اصلا. اهي نركنها كده خالص على جنب. في بقى الفرشه دي اللي معانا، ودي اخر فرشه هنجيبها معانا. الفرشه دي مهمه جدا جدا جدا. دي الفرشه الشعر. دي بقى مهمتها ان احنا نحتاجها بقى واحنا بنعمل تسريحات كيوت كده، ان احنا ننيم بيها شعرنا، الحبة اللي بيبقى قدام نعمل بيها كده ستايل حلو كده لمنابت الشعر بالجل. فليها استخدامات كتير. انا جايباها اللي هي متوسطة، يعني بصوا يعني صباعيني اتخن منها، يعني ولا رفيعة ولا تخينة. تمام. زي ما قلت لك هنستخدمها ان شاء الله في ان احنا بقى نعمل بيها ستايلات حلوه قوي للشعر، خاصه منابت الشعر والحتت اللي قدام مهمه جدا برضو الفرشه دي. يعني كل الفرش دي مهمه ما عدا دي منصحكيش اصلا انك تجيبيها. تمام. طيب التوكه بقى، احنا خلاص سرحنا شعرنا، عايزين بقى نعمل بقى التوك بقى والكلام الجميل ده. التوك دي هي اللي انصحك بيها للشعر الكيرلي او الشعر المجعد، وحتى للشعر الناعم، لان التوك دي ما بتقطعش الشعر يعني خالص، مش زي دي. بصوا التوك دي الشعر بيلف عليها فبتقطعه، حرفيا بتقطعه. لكن دي عامله زي سلك التليفون، دي مش بتقطع الشعر. فدي ان شاء الله برضو نجيبها في رحله العنايه بالشعر. كنت جايبه الاتنين، هما بيبقوا 2 تقريبا، الاتنين ب10 جنيه. بس حاولي تنقيها اللي هي تبقى كويسه، عشان في خامات تانية في السوق بتبقى رديئه وبتتقطع بسرعه. هي دي صحيح الاتنين غاليين، يعني الواحده ب5، بس الصراحه مستحمله يعني ما بتتقطعش. جبت التانية واحده تانية كانوا 3 ب5 جنيه واتقطعوا في نفس اللحظه. تمام. طيب هنا بقى اي كريم مرطب للشعر شعرك بيرتاح عليه هاتيه. اي نوع كريم مرطب للشعر شعرك انتي بيرتاح عليه، لان الشعر الكيرلي انواع. ففي كريم ممكن واحدة ترتاح عليه، وكريم تاني واحدة ما ترتاحش عليه. فانت الكريم اللي شعرك تحس ان هو
خصل كده وبان شكله فيه، يبقى هو ده المناسب لشعرك، هاتيه على طول. تمام. اي كريم بقى زي ما قلت لك. تمام. دي مرحله الكريم. بصوا بقى معايا كده، برضو من ضمن الحاجات المهمه المخمريه. هاتي اي نوع مخمريه انتي بتحبيها وترتاحي عليها. انا بستخدم المخمريه دي. بعد ما تسرحي شعرك بقى في الاخر خالص كده دهنه خفيفه على شعرك. وفي برضو مرحله الجل، بس انا مش بستخدم الجل بتاع الشعر لانه بينشف الشعر. مهم جدا الجل يا بنات للشعر الكيرلي والافريقي، بس انا مش بستخدم الجل اللي هو الكيميائي. انا بستخدم الجل الطبيعي اللي هو من بذور الكتان وبذور الشيا. الحاجتين دولت انا بعمل بينهم مزيج، ان شاء الله هوريهولكم في فيديو تاني. بعمل بينهم كده مزيج بين بذور الشيا وبذور الكتان، وبعمل برطمان كده بيبقى عندي كبديل للجل الكيميائي، وبحط عليه مكون تالت ان شاء الله اقولهولكم في فيديو. بيثبت بقى الشعر، بيثبته يعني بيخليه كده ما بيتحتحش، خاصة لمنابت الشعر. لكن للشعر العادي بستخدم اللي هو المزيج اللي قلتلك عليه من بذور الجل وبذور الكتان، بذور الكتان وبذور الشيا. فدول برضو مهمين جدا ان شاء الله تجيبيهم. هاتيهم من عند العطار، حتى لو هتجيبي ب5 جنيه من كل نوع، 5 جنيه بذور شيا و5 جنيه بذور جل، بذور انا مش عارفه ايه بذور الجل دي، 5 جنيه بذور الشيا و5 جنيه بذور الكتان، وجربيها. وان شاء الله هنعمل مع بعض بقى الوصفات والخلطات اللي هي ايه هنبتدي نعملها ان شاء الله. يبقى بعد مرحله الكريم هنحط الجل، وهو ده الجل بتاعنا الطبيعي، نركنه بقى على جنب. بصوا بقى في مرحله التلف، كل ده هنفهمه ان شاء الله في روتينات وكده. فلما شعرنا بيبقى تلفان في الاول بنحتاج حاجات زي دي بحيث ان هي تحدد الكيرل بتاعنا. ده بكر الشعر العادي، بكر شعر سيليكون، انا كنت جايباه من على امازون، ال10 بكرات ب5 جنيه. في بقى انواع كتير قوي من بكر الشعر، بس ده انا حسيت ان انا مرتاحه له شويه، سهل وعادي، سهل انك تنامي فيه، مش بيضايقك اثناء النوم، يعني طري كده. فالى حد ما عجبني، بس ده هنستخدمه بس في اول مرحله اللي هي مرحله اسمها المرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه اللي هي من التلف للشعر الصحي بقى. ان شاء الله كل ده هفهمه لكم برضو في روتين الاعتناء بالشعر. فبرضو بكر الشعر هنحتاجه، بس مش لازم تلتزمي بالبكر ده، هاتي اي بكر انت شعرك بيرتاح عليه. تمام. حاجه كمان مهمه وهو صاحبنا ده انا اسفه، دوت البروكاب. طبعا كلنا عارفينه وكلنا سمعنا عنه وكلنا شفنا ليه فيديوهات. هو جميل وبيساعد على امتصاص الماسكات والكلام دوت، بس ليه برضو اضراره، لان هو مثلا بيجفف الشعر. فان شاء الله برضو في فيديوهات الروتين هعلمك ازاي تستخدميه بالطريقه الصح، وكل قد ايه، علشان ما ينفعش نستخدمه كل اسبوع ولا كل 3 ايام ولا الحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها على النت دي. ان شاء الله هعلمك ازاي نستخدمه بالطريقه الصح من غير ما يعمل جفاف للشعر، لان كتر البروكاب بيجفف حرفيا الشعر، فبيجيب معانا نتيجه عكسيه. بعد ما احنا كنا عايزينه يخلي الماسك يدخل كده في فروه راسنا، لا ده بيخلي الشعر يقع اصلا، فما بيبقاش فيه شعر نحط عليه ماسك. فالبروكاب برضو هيبقى مهم معانا في الرحله الحلوه بتاعتنا دي. تمام. بس انا احطه بقى في الشنطه بتاعتنا، بتاعت شنطه العنايه بالشعر. انا كل حاجه بحب احطها في شنط، يعني عندي شنطه العنايه بالبشره، عندي شنطه العنايه بالشعر، عندي شنطه العبادات. انا زعلانه منكم قوي عشان انتوا مشفتوش الفيديو ده، الفيديو ده جميل جدا. شنطه العبادات دي انا انصحكم ان انتوا تدخلوا تشوفوها. طيب دي بقى توكه عاديه، دي بقى علشان ستايلات بقى، لو انت عايزه ترفعي شعرك كده وتحطيها كده من ورا ويبقى يعني هايش كده من قدام، شكله حلو قوي. توك بقى، التوك ان شاء الله هعملها لكم برضو في فيديو تاني. فهاتي برضو اي توك، بس اهم حاجه ما تكونش بتقطع الشعر، لان شعرنا الكيرلي او الشعر المجعد او الشعر اللي هو الافريقي كل دوت بيلف على اي توكه. تمام. فلازم تبقي بتعتني كويس قوي وبتجيبي التوكه المناسبه لشعرك. تمام. اخر حاجه بقى معانا، ودي عايزه تجيبيها هاتيها، مش عايزه مش لازم. ده استشوار كلنا عارفينه طبعا. استنى اشيل الحاجات دي في شنطه العنايه بالشعر بتاعتنا.
اهو تمام. ثانية واحدة يا فندم، اهو اهو دوت استشوار عادي كلنا عارفينه. انا عايزه اقولك ان انا جبت الحاجات دي على فترات، يعني انا مش جبتها مره واحده، يعني كل فتره كنت بحوش مبلغ كده صغير وبخطف حاجه من الحاجات دي. فانتي مش لازم ان انتي يعني تزنقي نفسك وتجيبيهم كلهم مره واحده، يا اما كده يا اما مش عارفه ايه. فانتي حوشي وهاتي على مراحل، حتى لو كل شهر هتجيبي حاجه واحده. بصوا اهو ده الاستشوار العادي بتاعنا. ان شاء الله هبقى اشغله بقى في فيديو تاني، عشان دلوقتي ما عنديش كهرباء ومفيش كهرباء جنبي. دوت هيبقى مفيد لينا، بس مش هنستخدمه بحرارة اطلاقا، هنستخدمه كهوا بس. فانتي ممكن تقفي قدام مروحة وخلاص وتوفري تمنه، لكن كحرارة يعني يا اما هنستخدمه على حرارة رقم 1 اللي هي اقل درجة، يا اما مش هنستخدم معاه حرارة خالص خالص. لان الشعر الكيرلي، اي شعر عامة، سواء كيرلي افريقي او ناعم او ويفي، كل ده غلط عليه اصلا الحرارة، فاهماني؟ فاحنا هنستخدمه كهوا علشان بس يسرع من عملية التنشيف بعد ما بنسرح شعرنا. طيب دي بقى اخر قطعة معايا، دي اللي هي الديفيوزر. تمام، الديفيوزر ده برضو مهم للشعر الكيرلي. بصوا طبعا انا مداريه هنا في صورة بنت، فانا مدارياها، وانتي برضو اي حاجة عندك خاصة بيكي بمنتجات التجميل بتاعتك عليها صورة بنوتات او كذا او كده او كده، يعني داريها. يعني ابنك مش لازم يشوف الصورة دي، ولا زوجك يشوف الصورة دي حاجات خاصة بيكي انتي، فاهماني؟ اهو ده الديفيوزر. بصوا هي قطعة ضخمة قوي كده. دي ايه لازمتها؟ دي بتتركب هنا في الاستشوار اهو كده، بحيث ان احنا لما نشغله هنعتبر ان حتة القماشة دي هي الشعر. تمام، دي بقى مهمتها ان انتي بتحطي كده الشعر عليها وبتشغلي الاستشوار. الحركة دي بتعمل ايه؟ بتخلي الكيرلي بتاعك ما يتنفش بالهواء بتاع الاستشوار، ما يبقاش منفوش، وفي نفس الوقت بترفع لك كده شعرك لفوق، يعني بتخلي الكيرلي بتاعك نافش وشكله حلو. المهم الاستشوار والديفيوزر ده ممكن نستغنى عنه، زي ما قلت لك ان احنا نسيب شعرنا كده لوحده ينشف لوحده. بس لو انت شعرك بيغيب قوي عبال لما بينشف، يعني في ناس شعرها ممكن يقعد طول اليوم على ما ينشف، ساعتها انصحك انك تجيبيه. بس مش لازم ان انت يعني تجهدي نفسك في ان انت تشتريه، لا انت حوشي ثمنه، وعلى اقل من مهلك نجيبه ان شاء الله يبقى مهم. تمام، وبكده ابقى انا خلصت النهارده فيديو المشتريات بتاع الشعر بتاع النهارده، وان شاء الله هنبتدي ننزل فيديو روتينات بحيث ان احنا نستغل فتره رمضان بان ان احنا بقى نعتني بشعرنا. بس يا ستي، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعي لزوجي بالشفاء العاجل، وتدعي لاولادي دعوه حلوه، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. اهي دي شنطة العناية بالشعر بتاعتنا بقى، دي احنا هنخصصها علشان تبقى معانا طول الرحلة بتاعتنا. علشان لو دي ميزتها ان انتي بتجمعي فيها كل حاجتك، علشان ما تضيعش وتقعدي تدوري على دي هنا لا دي هنا، ده عيل ضيعها. دي شنطتك تحطيها في دولابك فيها كل الادوات اللي كانت معانا. بس كده انا خلصت الفيديو. ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل واشتركوا في القناة، والسلام عليكم.